سلام عليكم. تعالي بسرعة أقولك هنعمل سمك كريسبي. أول سمكة زي آخر سمكة، كلها لونها ذهبي وكريسبي كده قوي زي ما انتوا شايفين. السمكة دي أحلى من الجمبري وأحلى من الاستاكوزا، بجد سمكة طعمها يخبل، بجد روعة روعة روعة. لو جربتوها هتدعولي جدا. ما فيهاش شوك كتير ولونها أبيض، بصوا شايفين لونها بجد تحفة. يلا بينا نخش على الطريقة. هنجيب كيس تلاجة كده وهنقطعه طبعا، عشان انتوا عارفين السمك بيبهدل الدنيا ويزروط والجو اللي انتوا عارفينه ده. يلا بينا، جبنا السمكة بتاعتنا. عايزين نعرف ايه السمكة بقى اللي انت جايباها دي. دي سمكة اسمها مازيليا. ايه المازيليا دي؟ سمكة فروزن كده، في منها بلدي بس انا بحب المجمدة بتاعتها دي، حلوة قوي، طعمها تحفة. شايفين لونها؟ بجد سمكة بجد روعة روعة روعة، كل ده ما يطلعش منها ابدا. يلا بينا ننضفها. نضفناها كويس جدا، طبعا ما فيهاش شوك من بره خالص ولا القشر ده، لا ده انا قصقصتها بس ونضفت بطنها. يلا بينا بقى، هنجيب التوم وهندهن بطنها كده كلها. بجد تتبيله جميله وخفيفه، والجو حر الواحد مش عارف ياكل ايه وجري. هنحط عليها شويه ملح وشويه كمون زي ما انتوا شايفين كده. بجد تتبيله خطيره وسهله وخفيفه. وكمان معلقه كركم. المعلقه كركم دي بتخلي لونها كريسبي ولونها ذهبي كده لما تيجي تقليها زي المطاعم بالظبط. وكمان هحط لك تركه حلوه قوي. كان عندي بصلايه مبشوره هتدخليها في بطنها برضو مع التومه، بجد بتدي طعم رهيب رهيب بجد. يلا بينا بقى، هنجيب ليمونه ونعصرها عليها وشويه خل طبعا، وهنقطعها كده قطع صغيره زي ما انتوا شايفين على قد القطع اللي انت بتحبيها، عشان تبقى سهله في القلي وتبقى كلها كده واحده واولادك ياكلوها بسهوله جدا. يلا بينا بقى نجيب الكفر بتاعنا. هنجيب البوله بتاعتنا، هنحط فيها نص كوبايه دقيق، طبعا ده كميه دي كيلو بس. وهنجيب معلقه كركم برضو، كركم مع الدقيق روعه، وحبه ملح. ما حطيتش نشا ولا حاجه، في ناس بتحط نشا، لا انا ما حطيتش المره دي نشا. بجد هتشوفوها كريسبي، والكفر بتاعها روعه، بجد سهله جدا. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. يلا بينا بقى نتبلها زي ما انتوا شايفين كده بالدقيق. يلا بينا بقى، هقولك على تريكه تانية كمان. بصوا الفيديو ده كله تريكات. هنجيب الميه بتاعتنا دي هننفض الدقيق كده وهندهن ايدينا كده بالميه، وجري على السمكه بتاعتنا. ليه بقى يا ست الكل؟ علشان لما تحطيها في الزيت، زيت طبعا ده متوسط، مش ولا سخن قوي ولا بارد قوي. واول قليه زي اخر قليه، ابدا ما هتلاقي سمكه محروقه ولا سمكه لون ولا سمكه بتاع، لا الميه دي بقى بتخليها لك ايه، روعه، نفس اللون. يلا نعمل الصوص بتاعنا. هنجيب معلقه توم مفروم وعليه ملح وكمون وليمون، ونص الفنجان ده كله خل. بجد التتبيله دي روعه. لو عندك شويه شطه بقى هتوديها في حته تانية. خلص السمك بتاعنا، شايفين اللون بتاعه روعه. كل ده بالايه، باللون الكركم بتاعنا، والميه اللي انا عملتها في التركه بتاعت الدقيق دي خطيره. لا انا عايزه اشوف بقى السمكه من جوه. بصوا هفتحها لكم، بس سخنه جدا سخنه، شايفين؟ مش قادره امسكها بجد، سخنه قوي. وشايفين السمكه لونها ايه، ابيض وتحفه قوي. يلا بينا نحطها بقى في طبق التزيين بتاعنا. عملنا معاها رز صياديه، وكمان عملنا شويه بابا غنوج كمان جنبها، اللي هي البتنجان المشوي. بجد سمكه روعه روعه روعه. اهي سلطه بابا غنوج اللي انا عملتها لكم قبل كده. ايوه غنوج اهو. يلا بينا بقى هندوق كل الطعم الجميل ده. شايفين السمكه من جوه بيضة وتحفة، ولا اي شوك ما بينها. بصوا انا هطلعها لكم، بصوا شايفين المنظر، ولا شوكية ما بينهم. حكاية، هي سلسلة الظهر وبس، خطيرة بجد. يلا ندوق بقى. روعة، تجنن بجد تجنن، حلوة جدا. انا من احسن الاسماك اللي انا بموت فيها فعلا المازيليا. جميلة وخفيفة وسهلة ومش غالية. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة.